اهلا وسهلا بكم اعزائي المتابعين. هوريكم النهارده بقى طريقه جديده بقى مبتكره ازاي نغرف او نقدم الديك الرومي في حفلاتنا وعزوماتنا. زي ما انتم شايفين كده، ده رز خلطه بنحطه في صينيه. ريحه الرز جميله قوي ما شاء الله. شوفوا الديك بقى اللي انا محمره. هقول لكم طريقه الباربيكيو او الصوص او المارينيه اللي انا حطيته عليه. يا سلام، شوف المنظر عامل ازاي. يعني بنحط الفرشه بتاعت الرز وبنحط عليها الديك الرومي اللي حاط عليه المارينيه اللي هو صوص باربيكيو وكريمه لباني وكاتشب وصلصه طماطم وملح وفلفل وزيت وخل. ريحتها تحفه. بنقطع طبعا الصدر عشان كلنا ناكل زي بعض. ويبقى سهل معانا في التقديم. هنا انا بقطع الصدر اهوت شرايح. في كذا طريقه للموضوع دوت، بس انا حابب ان انا يعني بوريكم طريقة مبتكرة كده وسريعة. ازاي نقدم الديك في البيت او في العزومات والحفلات لو انا عازم ناس. بقطع الصدر تاني اهوت من ناحيتين، بحيث برضك واحنا قدام الضيوف يبقى الموضوع سهل معانا بالشوكة او بالسكينة نطلعه. طبعا لو عندنا شوية سمبوسك في البيت بالجبنة او باللحمة. هنا انا عامل سمنة بلدي سخنة، اعملها كده زي طشة كده على الديك كده، تخلي الطعم جامد قوي والريحة جامدة قوي وتخليه جوسي كده من جواه. ممبار ممكن برضو نحط ممبار. محاشي مشكلة، احلى محاشي دي ولا ايه؟ احلى متابعين، ما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. انا الشيف محمد كمال. بحاول دايما اقدم لكم حاجة مختلفة. هنا انا حطيت ديكور جرنش مكسرات. يا سلام يا سلام على المكسرات وهي نازلة. احلى مكسرات دي ولا ايه؟ ده الهدف اللي انا عايز اقوله، ان احنا ممكن نعمل ديك رومي بس نحطه كده ما يبقاش شكله ديك رومي بس. ممكن يبقى حواليه كل حاجة كده زي ما احنا شايفين ميكس. ونقدم الديك بتاعنا. ممكن نتصور وطعمه كمان جميل ونعمل بقى السيلفر كده في الرجلين. يعني نجمل شكلنا ونجمل اكلنا ونظهر بشكل كويس قدام عيلتنا وقدام صحابنا قدام الناس اللي احنا عازمينهم. وندوق بقى. يا سلام يا سلام، شويه رز كده. ايوه ايوه، هات شويه رز من هنا. خد مكسرات. الله 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 الله، حته ديكرومي. بسم الله ما شاء الله. يعني بصوا الفص عامل ازاي من جوه، طبعا السمنه نزلت جوه. حاجه كده مش. اهلا وسهلا بكم احلى متابعين. النهارده بقى جايب لكم بصنف كل الناس بتحبه، سلمون شيش. وفوائد السلمون بقى بالاوميجا 3. ادي سمكه السلمون، حاجه ما شاء الله. هنخليها طبعا بطريقه مبتكره. نشيل الراس والديل ونفصل من على السلسله، وبعد كده بسلخ الجلد زي ما انتم شايفين. يبقى عندي كده سلمون فيليه. ابدا بقى اقطع السلمون بتاعي بالشكل اللي يناسبني، واخد كمان السلمون دوت اقطعه مكعبات بالسكينه. لازم يكون درجه التجميد بتاعته درجه معينه. اقطعه مكعبات كده، ما يكونش فاكك خالص يعني، او مش لسه في داخل في التجميد، لان السلمون من السمك اللي هي التعامل معاها صعب شويه. اقطع مكعبات كده زي الشيش طاووق بالظبط، ده هيبقى اسمه شيش سلمون. حط عليه التتبيله اللذيذه بتاعتي. تومه، ملح، فلفل، كمون، كزبره، تومه كرفس، تومه كرات، تومه فلفل الوان. يعني التومه بتتلون كده زي ما احنا شايفينها اخضر واحمر كده بالفلفل الالوان. واعصر الليمون واتبل كويس قوي. بعد كده اجيب الخله شيش واحط بصل، فلفل الوان. ممكن احط برتقان، على فكره بيحب الفاكهه قوي السلمون. وبحط في الشبكه بتاعتي، او ممكن في الجريل، او ممكن في الطاسه واحده واحده، او ممكن في صينيه جوه الفرن. وانا هنا بنزل بيه على الفحم. يا سلام على الطعم ويا سلام على الجمال. بسوي من على الجنبين كويس. بعد كده بدي فرشه سويت شيلي صوص او فرشه زبده. اطلع شغل كده واظبط. بعد كده بقدمه على الطبق بتاعي مع الصوص. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. واستنوا مننا اصناف جديده ومبتكره مع الشيف محمد كمان. ورجعنا لكم تاني احلى متابعين بطريقه ورق العنب بالكوارع. احلى ورق عنب بالكوارع هتدوه في حياتكم بطريقه سهله وبسيطه. مين فينا ما عرفش يلف ورق العنب؟ ستات البيوت كلهم طبعا يعني اساتذه في ورق العنب، كلنا اتعلمنا منهم. بعد ما لفينا ورق العنب هنسويه التسويه بتاعتنا الجميله. هنحطه في حله مع بوكيه جرنيه، وهنحط معاه البصل والطماطم والجزر، واكيد طبعا شرايح الليمون وزيت الزيتون وصوص الطماطم.
وهندخله يستوي كده اهوت على نار هاديه في الروقان. هنروح بقى نجيب الكوارع اللي سلقناها، طبعا نضفناها كويس بوكيه جرنيه وهريناها. خل زيت، زبده، توم، كزبره، سنه صلصه طماطم، سنه خل، فلفل الوان. بتبقى معانا طعمها تحفه طبعا. وورق العنب بتاعنا استوى والكوارع بتاعتنا استوت. كده معانا الصنفين. ممكن بقى نحط ورق العنب مع الكوارع جوه الطاجن ونخش الفرن. ممكن يلا نقلب الحله. يلا. يا سلام يا سلام يا سلام. ورق العنب بيتكلم، انا جعت بصراحه. نرص بقى ورق العنب بتاعنا في طبق ونحط من عليه الكوارع، نحطه في طاجن نحط من عليه الكوارع، ناخدهم في طاسه مع بعض بالراحه. بس انا هنا بحاول ما اكسرش ورق العنب وننزل بالكوارع. حاجه كده تجنن 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 يعني. إيه. الصنف الصعب بيبقى سهل معانا بفضل من ربنا. تابعونا وما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. هنوريكم طرق سهلة جدا اركب فيها على النفس وان انا اكون متمكن في شغلي. وانا واثق ان كلكم يعني تقدروا تعملوا الاصناف ديت واحسن مني كمان. بألف هنا. وما تنسوش تشتركوا في القناة اهلا وسهلا بيكم احلى متابعين. طبعا البوري والاسكندراني وازاي بنفتح السمكة زي ما احنا شايفين. نفتح السمكة من ظهرها وبنمشي كده من جنب الشوك او السلسلة بتاعتها. بنفتح كده لحد الراس. طبعا هي بس بتبقى السمكة جامدة شوية، بس طبعا يعني مع التعود بتبقى كويسة. بنشيل السلسلة كده بالراحة من جوه. بننضف الأحشاء والبطن كويس جدا وبنغسلها. وبعد كده بنتبلها بملح، فلفل، كمون، شطة، توابل مشكلة على بعض. طبعا بعد ما نكون متأكدين ان هي مغسولة كويس. إيه، زي ما انتم شايفين كده بنرش عليها التوابل المشكلة. وبنرش عليها الكزبرية اللي هي توم، فلفل أحمر مفروم في الخلاط أو في الكبة، ومحطوط عليه صلصة طماطم. طبعا ما بيكونش متبل، التتبيلة هنا محطوطة لوحدها قبل الكزبرية. بدهن السمك بتاعي كله كويس جدا اهي. كزبرية اهيت، توم وفلفل الوان وزيت وخل وتوابل بره. طبعا اكيد بور اسكندراني يعني بصل وفلفل وطماطم. بتحط كده مكان بطن السمكة كده وبتخش في الشبكة على الفحم زي ما احنا شايفين كده. احلى بوري ده ولا ايه؟ الطريقة ديت بتخلي السمكة طالعة لونها جميل قوي في الشوي، سواء على الفحم او سواء جوه شواية اسكندراني مقفولة او جوه الفرن عند حضرتك في البيت. كنت تحطيها على شبكة على الفحم، او ممكن نحطه في سلفر كده مقاس وندخله الفرن وبيستوي بيطلع مية مية. برضه البر ما بيستحملش سوا. هنا بقى اخر مرحلة بقى هنحط الخضار. هنحط الخضار اللي هو البصل والفلفل الطماطم الخضرة. طبعا احنا ممكن مع الخضار نحط شوية سفود، جمبري، سبيط. بنشكل شغلنا زي ما احنا عايزين وبنطلع الصنف بالطريقة اللي تناسبنا. ودي الخلطة اهيت فيها خضرة برضو. وبنقفل الشبكة كده او بنحطه في صينية في الفرن عشان يطلع احلى بوري ده ولا ايه. طلع من على النار استوى. شوفوا الجمال. بندهنه زبدة بالفرشة وبنقول بألف هنا. واستنونا في حلقة جديدة وطريقة جديدة. ويا رب دايما ينال اعجابكم. ما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. كان معاكم الشيف محمد كمال.